بسم الله. في هذه المرحلة الأولى هي ندير الشابات. ندير 2 كيسان ما ونص كاس تاع سكر وعصير تاع 2 ليمونات. ندير الماء هو الأول، نص كاس سكر ونعصر 2 ليمون ونحطهم هنا. وهنا ندير 2 عصير حبات تاع قارص نديرهم هنايا. بدلت الكاسرونه باسكو الكاسرونه الاولى كانت صغيره، نديرها فوق النار ونبدا في تحضير الكيكه. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندي وصفه جديده، هي وصفه كيكه الليمون. عندي مقادير الاتيه، هي 10 مغارف فارينه و10 مغارف سكر، عندي 5 بيض، وعندي 5 مغارف زيت، عندي مبشور الليمون، وعندي وحده فاني ووحده خميره الحلوى. نبداو على بركه الله في الوصفه. كسر البيض تاعي هنايا، نزيد له السكر، وانا دائما نقول لكم كي تكسروا البيض تاعكم ديروا وحده بوحده، ما ديروش كامل في خاه. نكسر البيض تاعي دائما نديرو في الكاس باش نشوف الا فيه كاش، يعني دي فوا البيض يكون فيها شويه دم، نحيه ما نديرهاش مع الاخرين سينو تخسر لي كاع البيض ديالي. حتى نكمل كامل 5 حبات بيض. نخلط مليح البيض ديالي، من بعد نزيد له 10 مغارف سكر. نظن كاع تحبوا هذه الوصفه اللي فيها المغارف، ما فيهاش الميزان كامل نحبوها. ندير السكر تاعي تدريجيا، شويه مبشور تاع الليمون، خمسة مغارف تاع الزيت. راني نعاود في المقادير ونخلط جيدا. قرصة ملح، اختيار على ميس. مراحل. نديرو هنا خميرة الحلوى، عرف تاع فارينة تاعنا بالخميرة تاعهم، نخلطو جيدا. هنا طابت الكيكه ديالي، دوك ندير لها الشربات ولا القطر، كاين اللي يقولها القطر ولا القطر ولا الشربات، دوك نشمخها. وهي وهنايا نسقيها شويه بهذاك الشربات غير بالعقل. شوفوا هنايا شحال جات شابه، يعني وطريه ما شاء الله، والريحه ما نحكي لكمش. سيوها والله ما تندم، يعني تولوا كل يوم ديروها. وهنا نكون كملت معكم الوصفه تاع اليوم، كيكه بالليمون. نتمنى تعجبكم، وما تنساوش تخليو لي كومونتير الشابين تاعكم والبصمات. مع السلامه وامسيه سعيده، الى وصفه جديده ان شاء الله.